بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. والله ذكر يا حسين يا لبيب، ذكر يا حسين يا لبيب، أنت ومجلس الزمالك واحد واحد الحال. انتقدنا في الثلاث أربع أيام اللي فاتوا، بس انتقاد بناء، في انتقاد بناء وفي انتقاد هدام. احنا كنا بننتقد انتقاد بناء لمصلحة كيان نادي الزمالك. ذكر يا حسين يا لبيب، انت ومجلس الزمالك. حسين لبيب جابهم في شوال، عباهم في شوال، كركبهم، خلاهم عمالين يلفوا ويضربوا اخماس في اسداس. الاهلي لو صعد النهارده الزمالك بوظ فرحة الصعود دي، فرحة صعود الاهلي في دوري ابطال افريقيا الزمالك بوظها النهارده. من امبارح، من ساعة بوسط المتحدث الرسمي لنادي الزمالك احمد سالم، والكو شغال. ليه؟ شوف، احنا كنا بننتقد، واحد يقول لي يا عم انت كده لبيباوي. يا عم انا لا لبيباوي ولا مرتضاوي ولا عباساوي، انا تابع كيان نادي الزمالك. لما بيتاخد قرار صح لازم اشيد بيه واسقف لهم على الهوا. فانا دلوقتي بأشيد بمجلس حسين لبيب ومجلس الزمالك الحالي. ليه؟ عملوا حاجة صح. خلوهم دلوقتي. يا راجل الطوابير على الصيدليات ايه؟ طوابير على الصيدليات، حرقان، بواسير. جابوا لهم البواسير. بيان نادي الزمالك وحسين لبيب ورفضه للاعب الزمالك في المملكة العربية السعودية برعاية تركي آل الشيخ جاب لهم البواسير. شوبير وكل لجان الاهلي كلهم خدوا ضربة، خدوا العيدية. حسين لبيب عيد عليهم بأقوى ضربة وأقوى ألم على قفاهم. أهو كده نار الزملكاوية بردت بقرار مجلس الزمالك، واليافطة اترمت. اليافطة اللي هو بيقول شيلوا صورتي من نادي الزمالك اترمت، وأظن الصورة بتاعتها لفت السوشيال ميديا كلها النهاردة. الزمالك يضرب ولا يبالي، الزمالك يضرب ولا يبالي. ايوه كده اهو. واحد هيقول لي يا عم انا بتفرج عليك امبارح واول كنت عمال تنتقد في مجلس الزمالك. ايوه بنتقد، لكن ساعة لما يعملوا حاجة صح اشيد. ما هو ده الصح. انما اطبل في الغلط والصح يبقى انا كده عقلي مش مظبوط، يبقى انا ابيض. لو انا بطبل في الصح والغلط لمجلس الزمالك الحالي يبقى انا كده ابيض مرتشي. انما بنتقد ساعة الغلط وبأشيد ساعة الصح يبقى انا كده ايه؟ رد انت في تعليق، انا مش هرد. قلت لك انا همي هو مصلحة كيان نادي الزمالك. انا من جماهير الزمالك، انا واحد من جمهور الزمالك، وافخر بده واعتز بده. فالسوقة والعوام شياط يا جماعة. الشياط في الجزيرة وصل 100 عقبة شياط. ليه؟ طبعا السحور والفطار لمدة اسبوع وسيبك من الماتش كان بعد العيد. البوكت ماني والدولارات والحاجات دي كلها لكل اللي عمالين يهاجموا دلوقتي. ليه؟ خلاص الطبخة باظت. طبعا دول لما كان الماتش هيتلعب يوم 15 ابريل في السعودية برعاية تركي آل الشيخ، هتلاقي بقى الاظرف والساعات الرولكس ده جمهور الاهلي النهارده رافع يافطة اللي كان بيشتم في تركي آل الشيخ، علشان تعرف ان هم مالهمش مبادئ، ما يعرفوش حاجة عن حاجة اسمها مبادئ. تركي آل الشيخ ده اللي عمل مداخلة امبارح مع احمد شوبير، قال لشوبير دول عصابة يا احمد. احمد شوبير لا ما تقولش كده، قال له بقول لك دول عصابة يا احمد. اتخرس على الهوا، اتخرس.
ما قدرش ينطق. تركي آل الشيخ اللي فضحهم سنة كاملة، قال لك ساعات ورولكس ومش عارف وفلوس وبالمستندات، ورفع عليهم قضايا. دلوقتي بقوا حبايب، ورفعوا له يافطه النهارده، قال لك بنحبك علشان انت بتحب الاهلي، وجابوا له الصوره اللي هو ساعه ما حكم الفار الظالم في ماتش نهائي الكاس، الجون الظالم، ورفع ايديه وفرحان، جاب له صوره ورافعين له صوره النهارده وبيشجعوا تركي آل الشيخ. يبقى دول عندهم مبدأ. الزمالك، جمهور الزمالك هو صاحب المبدأ، هو صاحب المبدأ، هو صاحب المبدأ، هو اللي عنده مبادئ. الزمالك اللي من ساعة تروح وساعة تيجي، لا 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 لا, لا. خالص. الزمالك ما يعرفش كده. شابوه لمجلس إدارة الزمالك، شابوه لحسين لبيب، شابوه لمجلس إدارة الزمالك فرد فرد على هذا القرار التاريخي. سيبك من الكلام اللي بيتقال اصل الفيفا رفض مش عارف ايه، والكلام ده كله بيجملوا بس الصورة. القلم كان سخن، القلم اللي خدوه كان سخن قوي، فايه فاقوا من القلم فبيخطرفوا. يقول لك ايه، اصل الفيفا اللي رفضت ومش عارف ايه. سيبك من الهري ده كله هري 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 هري. اهري يا باشا، اهري. حسين لبيب طلع بيان على فيسبوك على صفحته، يا لهوي، ده فرتك الجبهة، ده مش قصف الجبهة بس، ده فرتكها، فرتك جبهاتهم. بقول لك عباهم في شوال، حسين لبيب عباهم في شوال، جابهم في شوال. تخيل، انت متخيل؟ انت بردت نارنا يا حسين يا لبيب. شابوه شابوه، والله العظيم لو بعرف ازغرط لزغرطت لك على الهوا. الزمالك اسم كبير، الزمالك اسم كبير يا باشا. سيبك من الهري ده كله. وجمهور الزمالك ده انضف جمهور في العالم، شاء من شاء وابى من ابى. جمهور الزمالك ده انضف جمهور في العالم واوفى جمهور في العالم، جمهور الزمالك ده. انا عايز اقول فيكم شعر. فكان قرار ضربة هيفضلوا يلفوا حوالين نفسهم، مش عايز اقول لك قد ايه. ايوه كده، الزمالك قراره من دماغه، مش حد يسوقه، مش حد ايه يسوقه، مش يبقى امعة. لا، الزمالك قراره من دماغه، قراره هو اللي هياخده. قال لك الماتش في استاد القاهرة، وده ماتشنا مش ماتش الاهلي، واحنا رايحين استاد القاهرة يوم 15 ابريل ومستنيين الاهلي يوم 15 ابريل. انما تقول لي هجص ونروح ونتغلب هناك، ما نتغلب في استاد القاهرة، ايه المشكلة؟ ما نتغلب، بس يبقى الزمالك خد قرار من نفسه. ما عنديش مشكلة، كرة مكسب وخسارة، كرة ايه مكسب وخسارة. فانت بوظت الليلة يا حسين يا لبيب عليهم. طبعا كل الشامتين بقى والمحروقين نازلين سلخ في مجلس الزمالك، يقول لك ده مش عارف ايه وده ايه الدولارات راحت، والساعات، الساعات راحت، الهبشة راحت اللي كانوا يهبشوها، والأظرف. مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ايوه كده، ايوه كده يا حسين يا لبيب، انت ومجلس الزمالك. فرح نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. ده قرار يسوي دوري. انما يقول لك اصل الزمالك وافق كله هري، كله هري. فشابوه مرة تانية وتالتة يا جمهور الزمالك. فخم من ناديك، فخم من ناديك، اكتب عاش الزمالك، الزمالك وطن، الزمالك لجمهوره. تعالى بقى للواد امام عاشور. امام عاشور طالع في تصريحات على الموقع الرسمي بتاع الاهلي، حوار كده، يقول لك الزمالك فوضني ومش عارف ايه وما ردوش عليا، فامير توفيق كلمني فمش عارف ايه فايه قصص وحكايات. امام عاشور
غير الصورة بتاعته. بنعزي طبعا انفسنا ونعزي نادي الزمالك. والله نسيت في الفيديو، والله هو رمضان ده يعني عذرا يعني، في المعد البدني اللي توفى اثناء المران امبارح بازمة قلبية. ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنة ونعيمه هو موتانا يا رب، ويرحم امي ويرحم جميع موتانا يا رب، ويجعلهم من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار يا رب العالمين. فامام عاشور راح مغير الصورة بتاعته على انستجرام بصورة المعد البدني وصورته معاه بتاع نادي الزمالك. امام عاشور زملكاوي، زملكاوي مهما يعملوا. محمود الخطيب نفسه عارف ان امام عاشور زملكاوي، مجلس اداره الاهلي عارف انه زملكاوي، كل الناس عارفه انه زملكاوي. تركي آل الشيخ عارف انه زملكاوي. طبعا تركي آل الشيخ هيدعم الاهلي بصفقات، خلاص اتصالح والساعات هترجع والدنيا هترجع تاني. زبادي في خلاط، زبادي في خلاط، ما عندناش اي مشكله. الزمالك لجمهور. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.